الهدف ديالنا اليوم هو نتكلموا على القضيه اللي خدات واحد الصبغه كبيره ودولوا فيها واحد المجموعه من المواطنين، وصلت لدرجه انه ولات على مستوى دولي. هي القضيه ديال القائد ديال الذروه. سمعنا بزاف وتصنتنا بزاف ديال المواقع الاجتماعيه والتعليق ديال الناس، ولكن اللي لفت الانتباه ديالنا في هذا اليوم انه تمنينا اننا نشوفوا شي فئه كتكلم معنا شويه في القانون. هاد الناس اللي عندهم مشكل مع القائد، حاولتوا ما امكن بطريقه او باخرى انكم تثبتوا بانه هذا الشخص هذا كيرتكب شي اخطاء اللي هي كيعاقب عليها القانون. وضفنا مجموعه ديال الطرق اللي هي انه بغى يستغل هذه الزوجه في علاقه جنسيه ورجلها على اطلاع، ما كاين حتى مشكل. ولكن ملي كنقولوا على القانون خصنا نكونوا مع القانون. القانون بانه هو تيعطي معطيات انه عنده هدف جنسي مع هذه السيده هذه، استدرجته للدار بطريقه او باخرى انه يجي للدار باش يثبت هذا الشيء، مزيان، حتى لهنا حنا مع القانون. ولكن الاختلاف اللي ما دواتش عليه الزوجه اللي كتكلم مع واحد المجموعه من المنابر الاعلاميه وكل شيء مهتم بالوضع ديالها، ما قلتيش للراي العام ان هذا السيد هذا جا عندي للدار، ومني جا عندي للدار الزوج ديالي كاين، ولكن واش عنده الحق انه يحتجز هذا الشخص لمده ديال 5 ساعات؟ اولا. ثانيا، كان الترغيب انه حامل سلاح ابيض من الحجم الكبير وكيهدد به الشخص. علاش الوقت اللي كان في المنزل ما عيطتيش رجال الدارك وتطبقي القانون بحذافيره؟ هذا المساله الاولى. المساله الثانيه، انه من بعد 5 ساعات اللي دوز عندكم هذا القائد مشى في حاله، بقيتوا في مفاوضات معاه لمده 15 يوم. القانون كان معاك، ولكن خديتي القانون من جهه ووظفتي طريقتك اخرى من جهه اللي هي القانون ما غيكونش معاك، غيكون ضدك، لانه كاين عامل الليل والاحتجاز والترهيب والابتزاز والمفاوضات لواحد المبلغ يقدموا لكم. هادشي ما ذكرتيهش. انا ماشي تنتكلم على اساس انا مع القائد ولا معاك، انا كندوي بالقانون. هذا الشق الاول. الشق الثاني اللي كاين هو من بعد تم تطبيق القانون، تعتقل الزوج ديالك، القائد مازال. كتقول السيده والاب ديالها والعائله ديالها علاش الزوج ديالي تعتقل والسيد اللي معاه والقائد ما تعتقلش. هذا هو اللي بغينا ندوي عليه في القانون. القانون خصنا نعرفوا بانه القائد ويعتبر ضابط شرطه قضائيه. الدوله كتطبق القانون، احب من احب وكره من كره. اش غادي يوقع؟ انه القائد من بعد خرجت اللجنه من الداخليه وقاضي التحقيق تصنت ليه على اساس انه كتسحب منه ديك المساعده القضائيه وكيطبق عليه القانون. وهاد الايام هادشي اللي غيوقع، لانه هو مرتكب بعد الفعل اللي هو اجرامي. استغليتي السلطه ديالك، ما يسمى بالشطط في استعمال السلطه، الاهداف مبيته، هذه من جهه. من جهه ثانيه انه انت المشكل ما بقاش عندك مع هاد السيده والزوج ديالها، المشكل ديالو عنده حتى مع الوزاره ديالو لانه تيمثلها، وهذا يعتبر ظرف من ظروف التشديد. يعني القائد هو مورط، واللي غادي تلاحظ هاد السيده لا هي لا الاب ديالها لا الزوج ديالها لا كلشي الناس اللي متعاطفين معاه، حنا متعاطفين معاك، انا اللي هو شخصيا متعاطفين معاك، لانه هو قائد واستغلال جنسي، الاهداف، هادشي كله علمني، حنا متفقين معاك، ولكن ما كيعطيكش الحق انك انت توظفي القانون بيديك. هادشي مادام نتوما عارفين نفسكم انكم خالفتوا القانون، خصك تحترمي الواقع. قولي الواقع انه غيكون معايا واحد الشق في صالحي، لانه عندي الادله تفيد انه هذا القائد هذا كانت عنده نيه مبيته والفعل الاجرامي كاين، ولكن في نفس الوقت نقول حتى حنا ما طبقناش واحد الشق القانون وخرجنا على القانون، وهذا هو الجزاء ديالنا.